Vale, sabemos perfectamente lo que significa para nuestra afición un partido de estas características, sabemos de la ilusión que hay por intentar conseguir un buen resultado y con esa ilusión vamos nosotros, ¿no? De poder hacer feliz a mucha gente que en un partido pues, de estas características es muy especial para ellos, ¿no? El rival lo hemos seguido lo suficiente, he visto bastantes partidos de este equipo, también lo hemos analizado 5 partidos en su campo, los 5 últimos partidos. Es un equipo que está en una buena dinámica, un equipo que tiene muy buenas individualidades, que como colectivo ahora mismo está funcionando, un equipo ofensivo, con los laterales muy ofensivos y jugadores extremos que aparecen por dentro, acumulando mucha gente y creando superioridad numérica en la zona central. Pero bueno, nosotros llevamos toda la semana trabajando, intentando contrarrestar el juego rival, pero sobre todo potenciar al máximo el nuestro, que realmente es lo importante. Tenemos jugadores muy buenos jugadores, no cambio ninguno de nuestros futbolistas para afrontar este partido y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido. Veremos, hoy estamos pendientes de que acabe el entrenamiento, cuando acabe el entrenamiento acabaremos de decidir la convocatoria, pero todos los jugadores que están disponibles, exceptuando los sancionados y los lesionados, en este caso lesionados Naim y Ardum y después sancionados tenemos a Busta y Hadruf, pero los demás todos están en disposición de poder entrar y cualquiera de ellos puede estar y puede jugar. Alhamdulillah, يعني انتهى الشوط الأول من البطولة، دابا غادي ندخلوا في الشوط الثاني. وجدنا في هذه الفترة ديال الراحة يعني مع المدرب جديد يعني تعرفنا أكثر على الاستراتيجية ديالو اللي كيبغي يخدم بها، والحمد لله يعني هذا الأسبوع هذا يعني غادي نخوضوا أول مقابلة ديالنا في الشوط الثاني اللي غتبتدي يعني بمقابلة ديال الرجاء. نتمنى يعني نكونوا يعني في المستوى، والحمد لله حنا وجدنا هذه المقابلة هذه يعني بواحد الشكل اللي هو كبير، واللاعبين يعني طامحين باش يحققوا شي نتيجه ايجابيه في هذه المقابله هذه، ونتمنى يعني اللاعبين يعني يكونوا في المستوى رغم الغيابات اللي غادي تكون. غادي يكون يعني الغياب ديال اللاعب بوشتا، ويعني كاين غيابات اخرى. نتمنى ان اللاعبين اللي عاودوهم يكونوا في المستوى، وان شاء الله نحققوا شي نتيجه ايجابيه اللي ترضي الجمهور ديالنا ان شاء الله. مقابله ماشي سهله، مقابله صعيبه كما كنعرفوا حنا كلاعبين. الرجاء البيضاوي في وسط الملعب ديالو امام الجماهير ديالو يكونوا يعني قويين، ولكن حنايا ان شاء الله عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، باش غادي نمشيو باش نرضيو الجماهير ديالنا ان شاء الله، وغادي تكون هذه انطلاقه المغرب تطواني ان شاء الله. مباراه كتبقى عاديه، مباراه ديال الدوري. حنا كنستعدوا بشكل جيد مع المدرب الجديد على اساس ان شاء الله على انه نمشيو مدينه الدار البيضاء نحققوا نتيجه ايجابيه الا وهي الفوز. ففريق إلا بغى ان شاء الله يكون بطل لازم على انه يبصم على واحد الاياب مشرف، فكنتمنوا نكونوا في المستوى ونكونوا واعيين بالمسؤوليه، فعندنا من الامكانيات باش اننا نجيبوا انتصار ان شاء الله من الدار البيضاء. حنا قادرين عليه وحنا كنستعدوا ليه الان ان شاء الله. مقابله ان شاء الله امام الرجاء البيضاوي ان شاء الله غتكون في المستوى ان شاء الله، لان اللاعبين كلهم مستعدين لهذه المقابله هذه. يعني مباراه كبيره غتحضرها جماهير يعني غفيره، نتمنى من الله الجماهير ديالنا هي تحضر وتساندنا، وان شاء الله حنا كلاعبين مستعدين لهذه المقابله هذه باش نقدموا فيها واحد المستوى اللي يرضينا ويرضي الجماهير ديالنا، وان شاء الله نجيبوا الربح ان شاء الله من كازا باذن الله. مقابله عاديه بحال المقابلات اخرين، كنتمنوا من الله يوفقنا ان شاء الله مع المدرب ديالنا الجديد، وحنا نمشيو ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا، نمشيو باش نجيبوا 3 النقط. يعني المقابله كيف تيقولوا هي القمه ديال الدوره هذه، فان شاء الله حنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله في مدينه الدار البيضاء. فمقابله غتكون صعيبه دون شك، لكن الحمد لله كاين واحد الاستعداد في هذا يعني الاسبوع الماضي ان استعدنا بما فيه الكفايه ان شاء الله باش نمشيو يعني نشرفوا الفريق ديالنا ان شاء الله ونجيبوا نتيجه ايجابيه اللي ترضي الجمهور ديالنا ان شاء الله.